تيبدا الفيلم في عام 1992 وقت اللي كانت ميريكان كتعيش توتر حروب. تيبان لينا ميرس مجرم سابق لكن دابا ولا مستقر وخدام في المعمل، عايش مع ولد ديالو اللي سميتو انطوان، ولا عاد خد الحضانه منه ورجع معاه حيت في الصغر ديالو كان ما كاينش معاه داكشي شنو صاب ليه الفطور، لكن ولدو ما بغاش يفطر وبدا كيتغنى معاه. في نفس اللحظه بينوا في الاخبار ان قالوا لنا واحد الراجل اسود كلا قتل هاد العصا من البوليس البويض وتيدلو، لكن المجتمع السود ما عجبهمش الحال. فميرس قرر ياخذ هاد الفرصه باش يهضر مع ولده وما يبقاش معصب منه، لكن انطوان باقي طوي بلا فران معصب با وتيلومو علاش خلاوه هجر في الطفوله ديالو كان غايب باش درت مقصده. لكن ميرس قرر انه يسمع ويخليه يخرج داك الحقد اللي فيه وخلاه كيهضر، لكن راها ما تتكفسات وغوت معاه وضرب ليه الطبسيل وهز صوتو عليه. لكن ديك الساعه ميرس تعصب وما صبرش ليه، هو وقف ليه قال له خصك تحترمني وقال لي الا بغيتي تخيط الزنقه خصك تقولها، وانا داكشي اللي وقع لك راه ماشي انا السبب، راه كنت انا مشدود امك وقعتك سيده وهادشي اللي وقع دابا، المهم هو انني معك. من بعد يبانوا لنا ريغان وصاحبه بوليسي وقال لي انه خاصهم يديروا اخر سرقه عليهم الخاطر ديالهم يشوفوا هذه الفرصه الاخيره باش يخرجوا من حيط الجريمه بلا ضرر ولا اذر. موراها مشى يتلاقى ريغان وخو دينيس ومشاو يشوفوا باهم اللي معروف خاطر مدوز، تما اتفقوا على الخطه باش يسرقوا بها المعمل. مورا غيمشي ميرس للمدينه لواحد السطور بحال بيم اللي عندنا في المغرب، وفي الطريق ديالو يلاحظ واحد المراهقين تينوضوا واحد العائله بغا يدير لهم ديالهم، فهو ما صبرش طلب منهم يعطيهم اتساع، ولكن المساخط عاودوا ما يسمعوا درت شويه بعيدو جاو عنده واحد منهم جبد السلاح وهدد ميرس، والام حتى كانت تتكفس هو يجي ديفيل وينقذ الموقف ورجعوا من الرغوت عليهم قال لهم انتم ما عارفين شكون هو هذا وشنو دار المجتمع السود وكيفاش دافع عليهم وعنده بلاصتو تما. يخرج ميرس يتبعوا ديفيل طلب منه السماح وقال له هادو غبراش ما ديش عليهم، سولو قال له فوقاش خرجتي من الحبس وقال له 6 شهور دابا باغي نبدا بدايه جديده وبعد المشاكل والاجرام. ورائبا ولا مساخات اللي باغيين يسرقوا المعمل تيقراو الخطه ديالهم من يدخلوا كيفاش يسرقوه باش يفوتوا على السيكوريتي. عندنا في ديك الخزينه عامره بلاتين القيمه ديالها اكثر من 10 مليون دولار، وباهم حضرهم ان كاين تما نظام ومنبه وان داك القفل اللي تحلف راه يسد ويبطل لهم القفز وصافي تحدى للبوليس ما غاديش يستقلوا من الخطه وهذا عليهم كلشي. يبان لنا ان ميرس خدام في داك المعمل وتلاقى بجوزيف وهضر مع البال اللي وقع الصاد اللي تعداو للبوليس البويض. مراقبا لنا ريغان ودينيس هما كاين ان بو ما عجبتهم الخطه ديال مرفضهم، رغم ان ذلك دينيس بقى مع خوه وافقوا ودعموا وقال لي ماشي مشكل خليك مركز وكلشي يتحل مع الوقت. وهما كيهضروا ما يبينوا في الاخبار ديك الناس اللي تعداو صاحب ماشي مذنبين اللي صدموا المجتمع السود وعصبهم، وتما نضوا داروا احتجاجات في جميع انحاء امريكا وشي ضغط يشعل واللي خلى العنف والفوضى بحال الغابه. هادشي بان في التلفاز وانطوني موراها رجع من المدرسه شاف هادشي وفاش خرج للحومه تصدم منه ما فهم حتى حاجه اللي جاب اهتمام لريغان وقال ان البوليس دابا واحدين مع هاد المشاكل ديال المجتمع السود والبويض فانا دي افضل وقت لهم باش ينفذوا السرقه ديالهم. ديك الساعه ناضو قالها لبا وبا عجبته الفكره وافق عليها. بعد يبان لنا ميرس الناس اللي خدامين في الماء تيخرجوا بكري باش ما يوقعش لهم شي مشكل ويوصلوا لعائلتهم بخير ورجعوا بخير. الرئيس ديالهم نصحهم قال لهم باش انا يردوا البال راسهم ما يدخلوش في هاد البرنامج وهاد المشاكل. خونا يصون على ريغان في داك المعمل يقول لي انا خدام يمشي الماء بكري الناس سيكوريتي خفيفه على المعتاد وصافي، وهما بنت لهم ان هذه الفرصه ما تعوض. ومن تما ناض ريغان ودينيس باش ينفذوا الخطه ديالهم ومشاو لعند صاحبهم كوبلا ولا يلقاهم ان مرته حامله خايفه على المشاكل ولكن مفرص ان المشاكل شخصيا واقفين معاها. نعمل يبان لنا ان ميرس خايف على ولده وان الحومه ديالها هي قلب اللي كيوقع في هذه المشاكل والاعمال الشغب وان القضيه تما خطيره. جوزيف فهم وقال لي ان ماشي مشكل تجيب ولديك وتجلسوا انت وياه هنا في المعمل على ما تهدى الامور ورجعوا. الشيء اللي داروا مشاو باش يجيبوا والمساخط مشاو باش يجيبوا باهم، ولكن باهم جابوا واحد جوج الناس باش يوفروا حمايه اكثر. كان ريغان ما عجبوش لهذا القرار وقرر يتغير مع باه. بعد يبان لنا ميرس هبط للشارع باش يلقى ولده ويجيب معاه، كان المصيب انه فاش مشى للدار وقلب عليه كاع ما لقاه. من بعد المساخط يبانوا لنا ان قصد المعمل داخل المعمل يبان لهم ان جوزيف من تما يدخل المعمل ويحسب لهم ان صافي راه خاوي، ولكن تما يلقاو جوزيف واقف وطلبوا منه يرجع، ولكن جوزيف ما بغاش وقال لهم ان كان معكس وقال لهم ان خسرتوا البصل غات باش ترقوا منا. تما يوقع واحد الصداع كان باهم حاول يدهم وقال لهم ان خلينا مركزين على الهدف ديالنا. تما تكلموا وهناوها وتيروا في جوزيف الكاميرا تسالو وقصدوا الصندوق. وفي الجهه الاخرى ميرس عاد لقى ولدو انطوني لقاه واقف في واحد المطايفه تما يجرهم يديه ويقولوا بعد المشاكل يلا بعد من المشاكل. وفاش رجعوا للمساخط انقاموا انه تحفروا في ديك الخزانه، ولكن جوزيف واخا تيروا فيه راه ما مات وجمع راسو ورجع الجهاد ديالو. ما يبان لنا انه برك في ديك البوطون الاعلام باش ينبه البوليس ودير صداع في المعمل، لكن بدريغان ديك فوك لايف هو ضرب في ديك السيستم باش يطيح الصوت، لكن هو دز على رجل الكبار البوليس بالطريق الغلط. لكن با رجعوا ينقذ صاحبه بالله قال له با لا رجع ما عندك ما ترجع دابا اللي وقع ودخل تيف ورجعت له هذا القفز غيطيح ويخسر لينا كلشي لان السرقه. ولكن البوليس استجابوا للارم هاد القوه هما جايين في الطريق والهليكوبتر يبان لنا ان مش جايب ولده مشيو للمعمل، لكن انطوني بغى يهرب من الطوموبيل ورجع وقف هاد الاحتجاجيه والحروب اللي تما. ولكن با حبسو وقال لي انا العنف ماشي يحل المشاكل اللي تطول ديما وان هاد الاحتجاجات راه المجتمع السود هما اللي مضرين منها وكينوضوا الفوضى بيناتهم وتديروا المشاكل. وفي المصنع مساخط راه مقطعوا كاع اتصالات باش يتاكدوا ان جوز ما تشرب عاودوا شقوا بالقرطاس. طريق ميرس المعمل هو ولده يشوف انه واحد جوج الناس كيتعداو عليهم، ناس بكوحه كيتعداو عليهم الناس بوي. هو خرج من
طلبوا بالفكهم وبين ان ولدوا انه حتى هو ماشي عنصر. في المعمل الشفاره خدموا كاع الماتريال اللي عندهم باش يطرطقوا الخزينه، ولكن وقفوا فاش سمعوا الهليكوبتر فوق راسهم البوليس اللي تم. الهليكوبترات اللي كانوا في الوز بان لهم ان كوجين زي يقدر يكون شي غلط ولا شي عطاب تقريبا مشاو بحالهم، وحتى قربوا لهم صنعوا هما يوقفوا لهم البوليس بدون اي سبب، وبقى لهم منهم وانطونيو تعنصروا عليهم. طون تسنوا بقى كيبكي ما فهمت حاجه. ديك الساعه رخاوهم طلبوا منهم حتى السماحه. راه الشفره طرطقوا الصندوق يبان لهم بلاتين، وهادشي اللي خلاهم يوليو مليونيرين في لحظه. وصافي قرروا يخرجوا، لكن ميرس واحد الناس السيكوريتي ما كاينش، الثلجه غير معتاد. ولكن واخا هكا دخل المصنع ديك الساعه ورا ولد من حد حيت كان مزيان يمشي ليه. لكن انطونيو فاش دخل لقى دينيس وجه عليه فردي ميرس، دخل المعمل جبد عليه فردي يقول له وقف تما ميرس في الطريق ديالو لقينا جوزيف ميت ومتيري فيه بالقرطاس، تما يقول لنا شي حاجه ماشي هذيك، تما ما فهم والو، تما جبد السلاح وبقى غادي في الطريق ديالو. وفي الطريق ديالو هو بقى معاهم، بقاو كيتيروا عليه، هو يهرب منهم وتقلب على ولده. تما يقرر يطفي الضوء على كوجيم، تما يبدا المسخوط اللي عطاه ضربوه ضحكاو وهرب. تبان لي ان ريغان راجع طلبوا باش يهربوا ويصيفط ليه واحد الكروجي جابو كاو حتى هو، لكن هما خداو ليه ولده شاف ان البوليس اللي كان تيم السود حتى هو مخشي ليه رجليه في ديك الفورك لايف، فهم والو واش هو انهم معاهم ولا مداو. ومرسق واحد هو من دوك الشفاره باش يعرف منهم المعلومات، عرف انهم باغيين البلاتين. وقع واحد الغوات في البروش بغى يهرب، لكن لقى خلا وراه هنا باش ما يهرب. مرسق بقى كيغوت كوبتر باش ترجع، لكن حتى واحد ما سمعوا، غير واحد من دوك الشفره هو اللي سمعوا وعطاه بضربه، ولكن هو ناض عاوتاني داز معاه شدو. وتما دوك المساخيط عمرو الصناد قرروا يهربوا. تما يبان لنا عبد المساخيط هضر مع ميرس في المايك وقال لي ان اتفق انت دي بلا سلاح وانا نعطيك وجيب لي ولدي وانا نعطيك ولدك. هادشي اللي دار، لكن مشى عندهم مسلح بدا يجري فيهم وحط عليه قرطاس دينيس. واخا هكا بقى تيعمل في الشاحنه ميرس ولدو مشاو هربوا بديك الشاحنه وكلشي اللي فيها، لكن اب تبعهم بالغضب ومع العصابه ديالو بقاو كيتيري فيهم، هم تبدا يتيروا فيهم تدرك صيدو قلبو وقال البلاتين طاح في الارض. وتما هبطوا بقى كيقلب على ميرس باش يقتلو. انا ما بغى الاب الكبير يتيري في ميرس ويقتلو، ويقع ان انطوني كان سريع عليه ويتيري فيه بام طلب قرطاسه نيسان للراس. من بعد تقباه ونضعوا عنقو حيت قعد تقوى صالح معاه. صافي قرروا يهربوا بحالهم، ديمارو طلبوا مشاو. من تما سال الفيلم. ما تنساوش لايك وابوني، عطوني الراي ديالكم في هذا الملخص، وكتبوا لي في التعليقات الملخص الفيلم اللي بغيتو. نتلاقاو في فيديو جديد. بيس. تيبدا الفيلم في عام 1992 وقت اللي كانت امريكا كتعيش توتر حروب. تيبان لينا ميرس مجرم سابق، لكن دابا ولا مستقر وخدام في المعمل، عايش مع ولد ديالو اللي سميتو انطوان، ولا عاد خد الحضانه منه ورجع معاه حيت في الصغر ديالو كان ما كاينش معاه. داكشي علاش نوض صاوب ليه الفطور، لكن ولدو ما بغاش يفطر وبدا كيتغنى معاه. في نفس اللحظه بينو في الاخبار ان قالوا لنا واحد الراجل لون اسود كان قتل هاد لاسان بوليس بود وتيدلو، لكن المجتمع السود ما عجبهمش الحال. فميرس قرر ياخذ هاد الفرصه باش يهضر مع ولدو وما يبقاش معصب منه، لكن انطوان باقي طويل بلا فران معصب باو تيلومو علاش خلاوه هجر في الطفوله ديالو كان غايب باش درت مقصده. لكن ميرس قرر انه يسمع ويخليه يخرج داك الحقد اللي فيه وخلاه كيهضر، لكن راها ما تكفسات غوت معاه وضرب ليه الطبسيل وهز صوتو عليه. لكن ديك الساعه ميرس تعصب وما صبرش ليه، هو وقف ليه قال له خصك تحترمني، وقال لي الا بغيتي تخيط الزنقه خصك تقولها، وانا داكشي اللي وقع لك راه ماشي انا السبب، راه كنت انا مشدود امك وقعت كذا وهادشي اللي وقع. دابا المهم هو انني معاك. من بعد يبانوا لنا ريغان وصاحبه بوليسي وقال لي انه خاصهم يديروا اخر سرقه عليهم الخاطر ديالهم، يشوفوا هذه الفرصه الاخيره باش يخرجوا من حيط الجريمه بلا ضرر ولا اذر. موراها مشى يتلاقى ريغان وخو دينيس ومشاو يشوفوا باهم اللي معروف خاطر مدوز. تما اتفقوا على الخطه باش يسرقوا بها المعمل. مورا غيمشي ميرس للمدينه لواحد السطور بحال بيم اللي عندنا في المغرب، وفي الطريق ديالو يلاحظ واحد المراهقين تينوضوا واحد العائله بغى يدير لهم ديالهم، فهو ما صبرش طلب منهم يعطيهم اتساع، ولكن المساخط عاودوا ما يسمعوا درتو يبعدوا. جاو عنده واحد منهم جبد السلاح وهدد ميرس، والام حتى كانت تتكفس هو يجي ديفيل وينقذ الموقف ورجعوا من الرغوت عليهم. قال لهم انتم ما عارفين شكون هو هذا وشنو دار المجتمع السود وكيفاش دافع عليهم وعنده بلاصتو تما. يخرج ميرس يتبعوا ديفيل طلب منه السماح وقال له هادو غبراش ما ديش عليهم. سولو قال له فوقاش خرجتي من الحبس، وقال له 6 شهور دابا باغي نبدا بدايه جديده وبعد المشاكل والاجرام. ورايبان لنا مساخات اللي باغيين يسرقوا المعمل تيقراو الخطه ديالهم من يدخلوا كيفاش يسرقوه باش يفوتوا على السيكوريتي. عندهم في ديك الخزينه عامره بلاتين القيمه ديالها اكثر من 10 مليون دولار، وباهم حضرهم ان كاين تما نظام ومنبه وان داك القفل اللي تحل راه يتسد ويبطل لهم القفز، وصافي تحدى للبوليس ما غاديش يتستقل لهم الخطه وهذا عليهم كلشي. يبان لنا ان ميرس خدام في داك المعمل وتلاقى بجوزيف وهضر مع البال اللي وقع الصاد اللي تعداو للبوليس البوت. وراه يبان لنا ريغان ودينيس هما كاين ان باهم ما عجبتهم الخطه ديال مرفضهم، رغم ان ذلك دينيس بقى مع خوه ووافقوا ودعموا وقال لي ماشي مشكل خليك مركز وكلشي يتحل مع الوقت. وهما كيهضروا ما يبينوا في الاخبار ديك الناس اللي تعداو صاحب ماشي مذنبين اللي صدموا المجتمع السود وعصبهم. وتما نوضوا داروا احتجاجات في جميع انحاء امريكا وشي ضغط يشعل واللي خلى العنف والفوضى بحال الغابه. هادشي بان في التلفاز وانطوني موراها رجع من المدرسه شاف هادشي وفاش خرج للحومه تصدم منه ما فهم حتى حاجه. اللي جاب اهتمام للريغان وقال ان البوليس دابا واحدين مع هاد المشاكل ديال المجتمع السود والبيض، فانا دي افضل وقت لهم باش ينفذوا السرقه ديالهم. ديك الساعه ناضو قالها لبا عجبته الفكره ووافق عليها. بعد يبان لنا ميرس الناس اللي خدامين في المات يخرجوا بكري باش ما يوقعش لهم شي مشكل ويوصلوا دعائتهم بخير ورجعوا بخير. الرئيس ديالهم نصحهم قال لهم باش انا يردوا البال راسهم ما يدخلوش في هاد البرنامج وهاد المشاكل. خونا يصون على ريغان في داك المعمل يقول لي ان الخدامه يمشيو لما بكري الناس سكرتي خفيفه على المعتاد
وصافي هما بنت لهم ان هذه الفرصه ما تعوض. ومن ثم ناض ريغان ودينيس باش ينفذوا الخطه ديالهم ومشاو لعند صاحبهم كوبلا ولا يلقاهم ان مرته حامله خايفه على المشاكل، ولكن من الفرص ان المشاكل شخصيا واقفين معاها. المعمل يبان لنا ان ميرس خايف على ولده وان الحومه ديالها هي قلب اللي كيوقع في هذه المشاكل والاعمال الشغب وان القضيه تما خطيره. جوزيف فهم وقال لي ان ماشي مشكل تجيب ولدك وتجلسوا انت وياه هنا في المعمل على ما تهدى الامور ورجعوا. الشيء اللي داروا مشاو باش يجيبوا والمساخط مشاو باش يجيبوا باهم، ولكن باهم جابوا واحد جوج الناس باش يوفروا حمايه اكثر. كان ريغان ما عجبوش لهذا القرار وقريت غير مع باه. بعد يبان لنا ميرس هبط للشارع باش يلقى ولده ويجيب معاه. كان المصيب انه فاش مشى للدار وقلب عليه كاع ما لقاه. من بعد المساخر يبانوا لنا ان قصد المعمل داخل المعمل يبان لهم ان جوزيف من تما يدخلوا المعمل ويحسب لهم ان صافي راه خاوي، ولكن تما يلقاو جوزيف واقف وطلبوا منه يرجع، ولكن جوزيف ما بغاش وقال لهم ان كان معكس وقال لهم ان اخترتوا البصل غات باش ترقوا منا. تما يوقع واحد الصداع. كان باهم حاول يدهم وقال لهم ان خلينا مركزين على الهدف ديالنا. تما تكلموا وهناوها وتيروا في جوزيف الكاميرا تسالوا وقصدوا الصندوق. وفي الجهه الاخرى ميرس عاد لقى ولده انطوني لقاه واقف في واحد المطايفه تما يجرهم يديه ويقولوا بعد المشاكل يلا بعد من المشاكل. وفاش رجعوا للمساخط انقاو انه تحفروا في ديك الخزانه، ولكن جوزيف واخا تيراو فيه راه ما مات وجمع راسو ورجع الجهاد ديالو. ما يبان لنا انه برك في ديك البوطون الان باش ينبه البويس ودير صداع في المعمل، لكن بدريغان ديك فوك لايف هو ضرب في ديك السيستم باش يطيح الصوت، لكن هو دز على رجل الكوبا البوليسيه بالطريق الغلط. لكن با رجعوا ينقذ صاحبه بالله قال له با لا رجع ما عندك ما ترجع دابا اللي وقع قاع ودخل جيف ورجعت له هذا القفز غيطيح ويخسر لنا كلشي لان السرقه. ولكن البوليس استجابوا للارم هاد القوه هما جايين في الطريق والهليكوبتر يبان لنا ان مش جايب ولده مشيو للمعمل، لكن انطوني بغى يهرب من الطوموبيل ورجع وقف هاد الاحتجاجيه والحروب اللي تما. ولكن با حبسو وقال لي ان العنف ماشي يحل المشاكل اللي تطول ديما وان هاد الاحتجاجات راه المجتمع السود هما اللي مضرين منها وكينوضوا الفوضى بيناتهم ويشدوا المشاكل. وفي المصنع مسخط راه مقطعوا كاع اتصالات باش يتاكدوا ان جوزيف ما غاديش يهرب عاودوا شقوا بالقرطاس. طريق ميرس المعمل هو وولده يشوفوا انه واحد جنوج الناس كيتعداو عليهم، ناس كحل كيتعداو عليهم الناس بوي. هو خرج من الطوموبيل فكهم وبين ان ولده انه حتى هو ماشي عنصر. في المعمل الشفاره خدموا كاع الماتيريال اللي عندهم باش يطرطقوا الخزينه، ولكن وقفوا فاش سمعوا الهليكوبتر فوق راسهم البوليس اللي تما. الهليكوبترات اللي كانوا في الوزبه لهم ان كلشي زي يقدر يكون شي غلط ولا شي عطاب تقريبا مشاو بحالهم. وحتى قربوا للمصنع وهما يوقفوا لهم البوليس بدون اي سبب وقال لهم انهم انطونيو وتعنصروا عليهم. طون تسنوا بقى كيبكي ما فهمت حاجه. ديك الساعه رخاهم مطلبوا منهم حتى السماحه. راه الشفاره يطرطقوا الصندوق يبان لهم بلاتين وهادشي اللي خلاهم يوليو مليونيرين في لحظه. وصافي قرروا يخرجوا، لكن ميرس واحد الناس السيكوريتي ما كاينش التلجه غير معتاد. ولكن واخا هكا دخل المصنع ديك الساعه ورا ولده من حد حيت كان مزيان يمشي ليه، لكن انطونيو فاش دخل لقى دينيس وجه عليه فردي ميرس دخل المعمل بدا عليه فردي يقول له وقف تما ميرس في الطريق ديالو لقينا جوزيف ميت ومتيري فيه بالقرطاس. تما يقول لنا شي حاجه ماشي هذيك تما ما فهم والو. تما جبد السلاح وبقى غادي في الطريق ديالو. وفي الطريق ديالو هو بقى معاهم بقاو كيتيروا عليه هو يهرب منهم وتيقلب على ولده. تما يقرر يطفي الضوء على كلشي. تما يبدا المسخوط اللي عطا ضربوه ضحكاو وهرب. تبان لي ان ريغان رجع من الطوموبيل باش يهربوا ويصيفط ليه واحد الكروجي جابو كاو حتى هو، لكن هما خداو ليه ولده شاف ان البوليس اللي كان السود حتى هو مخشي عليه رجليه في ديك الفورك لايف فهم والو واش هو انهم معاهم ولا مداوي. وملصق واحد هو من دوك الشفاره باش يعرف منهم المعلومات عرف انهم باغيين البلاتين. وقع واحد الغوات في البروش بغى يهرب لكن قبضوا خلاه وراه هنا باش ما يهربش. بقى كيغوت كيبطل باش ترجع، لكن حتى واحد ما سمعوا غير واحد من دوك الشفره هو اللي سمعوا وعطاه ضربه. ولكن هو ناض عاوتاني دز معاه شدو وتما دوك المساخط عمرو الصناد قرروا يهربوا. تما يبان لنا عبد المساخط هضر مع ميرس في المايك وقال لي ان اتفق انت دي بلا سلاح وانا نعطيك وجيب لي ولدي وانا نعطيك ولدك. اللي دار لكن مشى عندهم مسلح بدا يجري فيهم وحط عليه قرطاس دينيس. واخا هكا بقى تيعمل في الشاحنه ميرس ولدو مشاو هربوا بديك الشاحنه وكلشي اللي فيها، لكن اب تبعهم بالغضب ومع العصابه ديالو بقاو كيتيري فيهم وهم تيتيروا فيهم. تدرك صدو قلبو وقال البلاتين طاح في الارض وتما هبط بقى كيقلب على ميرس باش يقتلو. انا ما بغى الاب الكبير يتيري ميرس ويقتلو ويلقى ان انطوني كان سريع عليه ويتيري فيه بام طلب قرطاسه نيسان للراس. من بعد تقباه ونضعوا عنقو حيت قعد تقوى صالح معاه. صافي قرروا يهربوا بحالهم ديمارو طلبوا ومشاو. من تما سال الفيلم. ما تنساوش لايك وابوني. عطونا الراي ديالكم في هذا الملخص وكتبوا لي في التعليقات الملخص الفيلم اللي بغيتو. كان معكم الولف بوينت. نتلاقاو في فيديو جديد. بيس.